تحت شعار روجافا ليست وحدها، عقد الهلال الأحمر الكردي اليوم مؤتمرا صحفيا في مقره بمدينة قامشلو حول الدعم المقدم لروجافا من كردستان ومن مختلف أنحاء العالم وواقع التهجير وتداعياته، مؤكدا بأن موجة التهجير تفاقمت مطلع عام 2026 مع هجمات فصائل الحكومة المؤقتة. خلال المؤتمر الصحفي أشار البيان إلى موجة تهجير كارثية بدأت مؤخرا بتاريخ 18 من كانون الثاني 2026، وبحسب إحصاءات الهلال الأحمر بلغ عدد المهاجرين نتيجة هجمات فصائل الحكومة المؤقتة أكثر من 60,000 شخص في مناطق الجزيرة توزعوا على مئات مراكز الإيواء بالإضافة إلى المنازل، مشيرا إلى أن المهاجرين جاءوا من عفرين والطبقة والرقة إضافة إلى عائلات من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب. ولفت المؤتمر إلى التدخل السريع لمساعدة المهجرين بدعم كردستاني واسع، وأعرب عن بالغ تقديره لكل من أسهم في هذه الجهود الإنسانية، لا سيما الهلال الأحمر الكردستاني والمنظمات المحلية والدولية وأهالي شمال وجنوب كردستان، إضافة إلى المبادرات الشعبية داخل وخارج البلاد. كما شدد على أن الحل لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يتطلب معالجة جذرية تضمن عودة آمنة وكريمة للمهجرين. اليوم نؤكد أن ما تحقق من استجابة عاجلة وفعالة جاء نتيجة تضامن واسع وتكاتف شعبي مكن من إنقاذ حياة الآلاف الأشخاص في ظروف بالغة التعقيد. وبهذه المناسبة نعرب عن بالغ تقديرنا وامتناننا لكل من ساهم في هذه الجهود الإنسانية، لا سيما الهلال الأحمر الكردستاني والمنظمات المحلية والدولية وأهالي باشور وباكور كردستان، إضافة إلى المبادرات الشعبية داخل وخارج البلاد. كما نتوجه بالشكر إلى الجهات الداعمة ومن بينها أهالي باكور كردستان وباشور كردستان والأكراد الموجودين في جميع أنحاء العالم.